اهلا بيكم حبايب قلب البيبي شارك من جوه. ودلوقتي النهارده في مزرعه جرين تانك اسلام طه. آه بنبص على شويه احواض كده، اللهم صل على النبي اللهم بارك. دعواتكم كده بصلاح الحال، وربنا يرزقكم ويرزقنا. شايفين التنفسات بتاعت اللوتس اللي هو اكبر من احلى النباتات اللي بحبها في الاحواض المزروعه. فخلينا بقى نشوف اخر التطورات اللي حصلت في المزرعه، وايه الاحواض اللي خلصت وايه الاحواض اللي لسه، ونشوف الجمال والحاجات الطبيعيه دي. وربنا يبارك لنا في حاجاتنا ويبارك لكم في الحاجه ولكم المثل ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك على القناه، واستنوا كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله احلى من بعضيها. هسيبكم بقى دلوقتي مع اسلام طه يشرح لكم بقى النباتات واسمائها. ان شاء الله اللهم بارك. دوت يعتبر كده شكل الاحواض في المزرعه. تعالوا كده نقرب شويه للاحواض ونخش جوه حوض حوض، نشوف ايه النباتات اللي موجوده واشكالها ايه وكل نبته تصنيفها ايه ومكانها فين في الحوض. تعالوا نقرب اكتر للاحواض، نخش كده الاحواض، نشوف شكل النباتات من قريب عامل ازاي. يعني شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني يعتبر الدنيا مستقره والامور على ما يرام. تعالوا كده ناخد مثلا اول حوض، الحوض اللي فيه الرامينوس دوت، اللي هي السمكه اللي هي الرامينوس دي اصلا من السمكات اللي من انواع التترا. بتمشي اسراب، يعني بتمشي اسراب كده مجموعات في الحوض رايح وجاي. تعالوا كده نقرب للحوض لشكل النباتات شويه. تيجي هنا النبته اللي في الاول دي اللي هي السيجيتاريا. السيجيتاريا دي ممكن تتحط في، يعني لو حوض صغير تتحط في المنتصف او في المقدمه، تتعمل زي كاربت كده. ورا طبعا الصخره دي عليها انوبياس، الصخره الكبيره دي صخره ملزوق عليها كميه انوبياس محترمه. الشجره دي عليها شويه موس كده ما شاء الله، ماسكين فيها، شكلها حاجه محترمه. النياسا جولدن. الميروفيليوم الريد ديت تصنيفها ميديوم تيك وهاي تيك. الميروفيليوم الجرين اللي ورا الصخره اللي هي الاعواد الطويله دي برضو من النباتات الميديوم والهاي تيك. بتطول، يعني شكلها جميل قوي، بتطول جامد قوي زي ما انتم شايفين كده. الحوض دوت فيما بعد، يعني انا عامل له كده تخطيط مستقبلي في دماغي. عامل الخلفيه دي كلها نبته اللي هي الشندورس، اللي هي السورد الطويله دي، مش الامازون، لا دي بتبقى وريتها رفيعه، اللي هي اللي ورا خالص، اللي هي اللي ورا دي. النبته دي نبته عملاقه، لما تكبر وعاملها بعرض الحوض كله. واعتقد لما تغطي الباك جراوند كله بتاع الحوض ده هيبقى شكله في حته ثانيه خالص. في النص هنا لوجيا جلاندلوزا، الميريوفيليوم، كاربة الهير جروس، ميرميدويد. احنا بس بنقول الحاجات كده، لكن هي الانواع دي موجوده في حوض ثانيه هنبص برضو عليها بشكل اكتر، بشكل اقرب يعني. في هنا الانكلانتا جرين اللي هي الخضراء. النبته دي سريعه قوي، يعني تكاد تكون مثلا انا كان عندي قط طالع بعرض الحوض كله، كان واصل ل 2 متر ورا هناك. بس انا في الاغلب ان انا هغيرها، يعني انا عايز اشيلها واحط حاجه مكانها لانها سريعه قوي ومش متناسقه مع السكيل بتاع الحوض. برضو الحوض اللي تحت دوت كان داتش ستايل. في اللي قدام اللي هي الهيجروفيليا كومباكت اللي هي الميني اللي هي دي. هنا في الارانتيرا الروزنبرج، في الارانتيرا الريد اللي ورا، التايوان لوتس، ميرميدويد. في الباك جراوند هنا كده في ابونجوتون اللي هي دي. ابونجوتون دي من النباتات برضو المعمره، تطول جامد قوي، بتطلع على وش الحوض. هي كلها كل اللي على الوش ده ان شاء الله دي كلها شتلات. هي نبته سريعه، زرع منها كميه كويسه بتاع 5 6 شتلات، فهم واخدين الكورنر اللي هناك ده كله. ديت اسمها امازون بلاك، اللي هي الامازون اللي هي القصيره خالص. النبته اللي في النص دي اسمها هيجروفيليا بلساميكا. النبته دي لوتيك. لوجيا السوبر ريد ورا. اللي مطلع الرانر اللي طالع على وش المايه دوت، دي اللي هي الامازون سورد اللي هي الماربل كوين، اللي هي وريتها بتبقى فيها ابيض وريتها بتبقى يعني هي مش خضراء، مش اخضر صافي، بتبقى منقطه بابيض كده. لسه طبعا لما الورق بتاعها بيكبر اكتر من كده شكلها هيظهر. طبعا الحوض ده مليان اصلا سايكلوبس. بصوا شكل السايكلوبس على الورق عامل ازاي. انا شايف النقط البيضاء دي كلها سايكلوبس، اللي هي الحشرات اللي الصغيره دي. هو الحوض ده مليان، الحوض عايز له سمكتين جوبي كده، ولا شويه فايتر، ولا سمكه فايتر، ولا شويه جوبي. هياكلوا الحاجات الصغيره دي كلها بروتين جميل جدا. في هنا الاستروجين بيهار. النبته دي لوتيك عامله زي البنتافيدا. اللوبيليا كارديناليس، اسمها ايه، لوجيا بيرفايبس، مومبا جرين. يعتبر دول الحوض اللي هي الكبيره. احنا برضو ما اتكلمناش قد كده في الاشكال النباتات اللي في الانواع، بس الانواع الحوض الثانيه ان شاء الله برضو ايه هنتكلم في الانواع اللي موجوده فيها.
تعالوا كده ناخد مثلا الحوض اللي فوق دوت، النبته اللي ورا دي اللي هي اللوجيا النارو ليف. اللوجيا النارو ليف ديت من نباتات اللوتيك، مكانها في الباك جراوند. الشيندورس دي برضو من نباتات اللوتيك، بتتحط في المقدمه او في المنتصف. ده شكل الورقه بتاعتي. بصوا بقى المنظر الجميل ده، الهيدروكوتاي ليكوفالا. بص شكل البابلز عليه عامل ازاي، شكل الفقاعات اللي هي التنفس بتاع النبته اصلا. بص عامل زي اللؤلؤ. هي والميريفيليا من البارد فازر اللي هي دي. النبته دي من نباتات برضه اللوتيك، والهيدروكوتاي ليكوفالا برضه لوتيك. البارد فازر ديت من النباتات السريعه جدا في اللوتيك، نبته مميزه. طبعا الحوض ده لسه زرعه الاسبوع اللي فات، لسه النباتات بدات تكبر فيه شويه. دوت شكل الاسكيب، الالانتيرا، النياسا الجولدن. طبعا لسه بقى في استقرار، والحوض برضه النباتات مش لسه ما ضربتش بدورها. واحده واحده ان شاء الله. الحوض ده انا متوقع ان هو يبقى في حته ثانيه خالص. هنيجي للحوض اللي فوق دوت، في بقى البقوبه الكارولينا، البقوبه اللي هي العطريه اللي هي في النص دي. في الهيجروفيليا التريفلورا اللي في الخلفيه ورا. لوج ريبنز دي برضه اللوتيك، كل انواع دي لوتيك. النبته دي برضه لوتيك، اللي هي اللوجا الهيجروفيليا كومباكت ميني اللي هي دي لوتيك برضه. هنيجي في الحوض هنا كده الانكلانت اللي هي الجرين. في شويه مونتو كارلو كده حلوين برضه مستنيين ان هم يكبروا. الالانتيرا اللي هي الروزنبرج، الروتالا المكندرا، ميريفيليوم اللي هي الريد. طبعا دي جميله الجميلات، المدغشقر بدات تطلع ورق جديد. كل اللي طالع من النص ده ورق جديد. ان شاء الله ربنا يكرم كده وتبدا بقى ايه تستوطن الحوض ده. لوجيا السنغال وجنبها الوايت. الهيجروفيليا والبلوسبيرما في الخلفيه ورا. ستار جروس والصن ست، الحاجات دي كلها لوتيك. البارود فازر، البوجستيمون اوكتوبوس، دي برضه من الحاجات اللوتيك. هنا في برضه الميريوفيليا اللي هي الجرين اللي هي دي شكلها. والهيجروفيليا البلوسبيرما اللي هي دي. الحاجات دي برضه كلها لوتيك. تعالوا نخش على الحوض دوت. بصوا بقى ما شاء الله الكاربت اللي هي البلو ستيجما، وريتها الله اكبر ورقه كبيره. صحتها ما شاء الله تبارك الله، جاريه بقى، هي جرايه. بص سريعه قوي، بتستوطن الحوض بسرعه. في الهيجروفيليا البلسميكي في النص. الروتالا اللي هي اورنج جوس، دي برضه من الحاجات اللوتيك. والروتالا الرونتيدوفوليا اللي هي العاديه. تايم اللوتس لوتيك. في برضه هنا البوجستيمون اوكتو اسمها ايه؟ ريكتوس، بوجستيمون ريكتوس. لوجيا سوبر ريد ميني. كمان بالريد بدات، يعني كان عندي بوش كبير كده حصل دروب في حوض، فلحقت كمان كام عود ان شاء الله بداوا يشتغلوا. الالانتيرا اللي هي الريد. الحوض ده كله هيجروفيليا بلوسبيرما. في كميه هيجروفيليا بلوسبيرما محترمه. النقطه دي لوتيك وسريعه جدا. دي الاندرينيا رونتيدوفوليا. طبعا الحوض ده عايز تعمل له ريسكيب، البلوسبيرما دي كلها عايزه تتشال، الحوض ده كله عايز تعمل له ريسكيب. هي الاندرينيا هنا شكلها احسن، يعني هي في كثافه جنب بعض فهي ظاهره، بخلاف ان لما يبقى عودين ثلاثه جنب بعض فشكلهم مش ظاهر. هنا في الهيجروفيليا التريفلورا برضو لوتيك. الهيجروفيليا الكومباكت اللي هي الجاينت او اللي هي الكرومبوسا. لوجيا ريفنس، كاربت هير جروس، سارخص، لوجيا سوبر ريد، ليموفيليا وتايجر لوتس 3 كولر. الحوض اللي فوق دوت فيه بتاع 3 انواع هيجروفيليا اللي هي البوليسبيرما.
واللي هي هم بص هم 3 انواع، اللي هي الجاينت والبلوسبيرما دي وريتها، لا مش البلوسبيرما، السياميز دي وريتها بتبقى ارفع شويه، والسياميز تايجر بقى اللي هي وريتها اللي وريتها طويله قوي. طبعا الحوض ده مغيم عشان خاطر كنت مركز عليه اضاءه من امبارح، فاللون بتاعه في ميه خضراء كده، عايز تحط له فلتر يو في هتلاقي الدنيا احسن. هنا في شويه تايجر لوتر في الباك جراوند، ودول شويه انوجاسات. في ورا شيسيرينيا، هنا ديت اللي هي شيندورس اللي هي الريد، دول شتلتين لسه صغيرين. تعالوا نخش نبص بصه جوه كده. انا مش عايز اطول الفيديو، احنا كده بقالنا بتاع 15 دقيقه ولا ربع ساعه او بقالنا بتاع 16 دقيقه. طبعا الجنب ده ما كانش موجود الاول، ده عملته جديد، عملته جديد لسه عامله من مثلا اقول من 3 4 اسابيع كده. يعتبر شغلت 6 حوض اللي تحت، ال8 حوض اللي تحت، فاضل ال8 اللي فوق باذن الله هحاول اشغلهم الاسبوع دوت. زرع فيهم ايه بقى؟ زرع يعني مثلا الحوض ده كله هنا باكوبا كارولينا، الحوض اللي تحت دوت اللي هي الهيجروفيليا تريفلورا، هنا في سارخس، بالسناريا، سيسيفلورا، هنا في ستروجين بيهار. لسه الحوض كلها تستقر ان شاء الله وهتلاقي الدنيا مختلفه. انا هحاول بس اجري معاكم بالفيديو كده بسرعه عشان بس الوقت ما تزهقوش. هنا الكاموبا الجرين، لوجيا الناروليف، سانسيت ولوجيا ريبنز. الحوض البلو ستيجما اللي كنت منزل صورته من 6 ايام بالظبط، انا قلت كنت كاتب الناس متوقعه ان هو يكمل في قد ايه، دي صوره مبدئيه ليه، يعني هو ده قصدي المستوى اللي وصل ليه في 6 ايام. ما شاء الله الكاربت البلو ستيجما سريعه، شايف الرنرات، في رنرات كتير جاريه على الارض، فهي من النباتات اللي هي المعمره اللي سريعه قوي. الحوض ده فيه مارسيليا، طبعا لسه كنت مطلع منها كميه محترمه ولسه بقى ايه طيب تجري. هنا الحوض ده كله كاربت مونتي كارلو، لسه قدامها شويه برضه عشان خاطر يملى. الحوض ده كله كاربت اتش ام. اللي فوق دوت باكوبا مونيري، هنا باكوبا كارولينا، لوجيا ريبنز، اللوجيا الاوفلايس والتايجر السلي كلر، لوجيا ناروليف. يعتبر ده برضه الجنب اللي جوه كده، دي الغرفه اللي جوه. انا بحاول بس اجري معاكم بسرعه عشان خاطر ايه ما نطولش في الفيديو. دي كانت لفه سريعه كده في المزرعه. باذن الله احاول كل اسبوع كده اخد لكم لفه في المزرعه، ادعوا لنا بالتساهيل، ويا رب تكون عجبكم اخر تطورات. واكتبوا لنا بقى في الكومنتات يعني شايفين ايه اللي عايز يتغير، ايه اللي يتطور. فمستني رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.